الهلال السعودي بطل لكأس السوبر السعودي، وفوز الأهلي على زد بهدف دون رد. فوز صعب جدا وغالي جدا، لكن بالشكل ده احنا مش هنعمل حاجة لا في الدوري ولا في مباريات دوري أبطال إفريقيا اللي جاية ولا مع الزمالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة باستثناء الهدف اللي سجله وسام أبو علي، إلا إن الأهلي ما قدمش جملة نعلق عليها، أداء أسوأ ما يكون. بس عاوز أتكلم في حاجة مهمة جدا، وهو وجود محمد مجدي قفشة داخل الملعب. بصراحة في الفترة اللي جاية لا غنى عن محمد مجدي قفشة، اللاعب الوحيد اللي بيقف على الكورة وما بيكونش خايف ولا مرتبك لما بتروح له الكورة، وعنده حسن تصرف، بيتصرف في الكورة بمنتهى السلاسة ولاعب محترم. طاهر محمد طاهر بيمشي على سطر ويسيب سطر، حاجة غريبة جدا جدا جدا. مباراة كويس ويحاول، ومباراة تانية ما بيقدمش اي كورة ولا اي حاجة. النهاردة رغم الاداء السيء الا ان عمر كمال عبد الواحد لعب مباراة جيدة، وده اللي انا كنت بقول خلي كل لاعب يلعب في مركزه يا كولر. النهاردة عمر كمال لعب ظهير ايمن، خد رجل المباراة وادى بشكل جيد جدا جدا، بصراحة يستاهل يكون نجم المباراة. ده كل اللي انا شفته في المباراة النهاردة. غير كده مفيش اي كرة نعلق عليها من الاهلي ولا جملة نتكلم عليها. عقم كروي في الدوري بالنسبة للنادي الاهلي. النهاردة الزمالك بيفوز 3-0 على نادي الاتحاد. احرز اهداف الزمالك زيزو، سجل هدفين، وناصر ماهر سجل اول اهدافه مع نادي الزمالك. مبروك لنادي الزمالك، وفعلا يستحق الفوز. وعايز بقى اوجه رسالة لاحمد عبد القادر. كرة القدم يا حبيب قلبي كرة جماعية، كرة جماعية. انت راجل مهاري ولاعب عندك حلول، كل ده ماشي، انما الحنكشه اللي انت بتعملها دي ملهاش اي 30 لازمه. والله يا احمد عبد القادر كل اللي انت بتعمله ده ماليه اي 30 لازمه، وكان غيرك اشطر. احمد عبد القادر يمسك الكره ويجري لحد ما تتقطع يقوم واقف، وانت بتعمل ايه كده؟ ما بتفيدش فريقك ولا باي حاجه. امبارح كنت بتفرج على كره بجد، والله انا عاوز اقول ان الكره ما بتخرجش اوت خلال ال 90 دقيقه غير مرتين ثلاثه في الدوريات الاوروبيه، واحنا حاجه قمه الاسى. انتوا لعيبه بتاخد ملايين وحياتكم كلها كوره، وظيفتكم انكم تمتعونا، واحنا من الجمهور. انا واحد من الجمهور مش شايف مبرر للعك اللي انا بشوفه ده. ومن مين؟ من النادي الاهلي، الفريق اللي انا بشجعه، المفروض ان هو افضل فريق في افريقيا. وزي ما قلت والله وافضل اقول، غياب علي معلول وحسين الشحات وبيرسي تاو وامام عاشور مأثر جدا جدا جدا، ودي حاجه مش كويسه. لانك لما تتأثر باللعيبه دي قدامهم فتره غياب يا عالم هتكون قد ايه؟ لما يرجعوا الموضوع هيكون صعب. وفي الفتره اللي جايه وفي مباريات الدوري ودوري ابطال افريقيا انا مش شايف. والله انا بحاول وانا بسجل الفيديو ده افتكر كرة واحده ولا جمله اتلعبت، مش لاقي بجد. حاجه تزعل لما يكون المستوى بالسوء ده ومن النادي الاهلي. وبالله عليكم بلاش نغمه ان احنا عندنا ضغط مباريات، بلاش نغمه عندنا ضغط مباريات. النهارده معظم اللعيبه اللي شاركت في المباراه كانت احتياطي في الفترة الأخيرة. لكن عاوز أسأل سؤال مهم جدا، هل هدف الأهلي اللي اتحسب تسلل، هل ده تسلل ولا هدف صحيح؟ ولا رجعة من اللاعب بتاع زد؟ ومن الدوري المصري نروح للسعودية. النهاردة توج فريق الهلال بلقب كاس السوبر السعودي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز على نادي الاتحاد ب4 أهداف مقابل هدف وحيد. وطبعا كان مشارك الدولي المصري أحمد حجازي في كلاسيكو السعودية. مبروك لنادي الهلال وهارد لك لحجازي ونادي الاتحاد. طبعا انا بحب احمد حجازي جدا، لكن هارد لك يا حجازي، والقادم افضل ان شاء الله. اعمل لنا اعجاب للفيديو لو تكرمت، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم.